ماشي. انا طالما عند ليلى بعمل زيهم، اما بروح عند ليلى في الغيط بضطر اعمل زيهم بس كده. فايوه ليلى بتعلمني حاجات كتير. تعالوا بقى ناخد ايه. ليلى بتقول لي هاتي شويه حشيش من ده اهو، ده اسمه حشيش اللي مزروع ده اهو. وقالت لي ايه بقى، نزلي بيه اهو، اعمليه ليفه ونزلي بيه بصوا. قالت لي يا مساء الخير، يا مساء السعاده، يا مساء الفل على احلى واغلى متابعين واخوات في الدنيا. ربنا يخليكم لينا وما يحرمناش منكم ابدا. مخبوزات شيماء وفلاحين مصر، عند يوميات ليلى بنت بريم. تمام. بنعمل ايه النهارده؟ بنعمل صينيه الهريسه او البسيسه بالدقيق الذره الفلاحي بروايح وطعم زمان. وطعم زمان يعني بالفرن الفلاحي ده، فرن الطين. فرن الطين. سلمي عليهم يا ليلى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس علي صوتك شويه عشان بيبقوا. ما انا بعلي والله، النور اللي تيجي من حد شويه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. احنا بنحمي الفرن اهو عشان نعملها برده بالطريقه الاصليه، الهريسه بالعسل الاسود. وليلى عندها في القناه. تخلصوا الفيديو ده وتدخلوا عند ليلى جري عشان تعملوا ايه؟ تتفرجوا على صينيه الرز المعمر. تتفرجوا على صينيه الرز المعمر. هنبدا بقى ونشوف. مفيش اسهل من كده، ولا خلاط، ولا امي كانت بتعمل بخلاط، ولا كانوا بيعملوا باي حاجه. انا بقى امي كانت تبعتني تقول لي شوفي يا بنتي يا شيماء البيض الفراخ باضت ولا لا. اطلع اجيب شويه بيض بلدي وشويه دقيق. كانت بتقول لك شوفي يا بنتي يا بهانه، يا بنتي يا بهانه الفراخ باضت ولا لا. بس طبعا احنا ما عندناش فراخ. ان شاء الله هنجيب فراخ بلدي ونربيها ونبقى نجيب لكم البيض بتاعها نشتغل بيه. والفانيليا اهو حلو اهو. وننزل بالايه، بشويه السكر البودره. هنعمل كوبايه الا ربع سكر بودره على نص كوبايه عسل. انا عايزاكم بقى تشوفوا الفيديو وتقوموا تجربوها على طول عشان ده جميله كده. وشويه ايه بس كده. وكوبايتين دقيق ذره او كوبايتين ونص دقيق ذره على كوبايه وربع دقيق من الابيض. هنقلب بس كل الحاجات دي بايدينا اهو، بايدينا كده. انا بصوا ولا مضرب ولا خلاط ولا اي حاجه، بايدنا كده اهو. السكر مع العسل مع الفانيليا مع البيض كل ده نضرب ضربه بايدي كده اهو. تمام. دي ايه بقى؟ قولوا مثلا كوبايه الا ربع زبده على زيت. عاوزين زيت بس ماشي، عايزين سمنه ماشي، المتاح عندكم. وخدت منهم شويه في الصينيه اهو اللي هعمل فيها عشان ايه، ادهنهم اللي ادهن في الصينيه كده. وده ايه، زبادي على حليب برده اهو. اللي انتوا عاوزينه برده اعملوا بلبن بس، بحليب بس، يعني بزبادي بس، برايب برده اللي انتوا عاوزينه. وهقلب اهو. اظن ما فيش سهوله اكتر من كده اهو. كل المقادير دلوقتي على بعضيها اهو. هنزل بالدقيق الذره بتاعي. تمام كده. دقيق ذره اصفر، دقيق ذره ابيض، الموجود عندكم. والدقيق الابيض اهو. تمام. ودول ايه، عارفين الكربوناتو، حاجه بسيطه هي ربع معلقه كده. ودي بيكنج باودر معلقه كبيره ممسوحه. ونبدا ايه، نسمي بسم الله ونبدا نقلب الايه المكونات دي. بصوا يا جماعه اهو، حلوه قوي، ما تبقاش تخينه عن كده. بصوا السمك بتاعها اهو. والصينيه بتاعتي انا عملت فيها ايه، زي ما قلت لكم كده. خدت شويه من الخليط اللي انا عامله بيه اللي هي زبده على زيت، دهنت بيهم الصينيه وبعدين بدرتها شويه دقيق خفيف كده ونفضتها. ماشي. واهي بالشكل كله بايدي، ولا خلاط ولا اي حاجه. بس انا بصراحه كان عندي سكر بودره فضفته، يعني مش عامله السكر اللي هو الحبيبات ده. نعمل ايه بقى، ننزل بالصينيه فين، ننزل بالمقادير دي في الصينيه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله. قوامها زي قوام الكيكه يا شيماء. ما انا عامله كده، ما انا قايله لهم اهو. بصوا القوام بتاعها. هشطف بس الحاجه دي كده في الترعه عشان ايه عشان بقى يبقى حوالينا نضيف والكلام ده كله يعني ماشي. وما حدش يقول لي بالهريسيا بقى ويعي ومعي والكلام ده، الحاجات دي بتتغسل تاني جوه ماشي. انا طالما عند ليلى بعمل زيهم، اما بروح عند ليلى في الغيط بضطر اعمل زيهم بس كده. فايوه ليلى بتعلمني حاجات كتير. تعالوا بقى ناخد ليلى بتقول لي هاتي شويه حشيش من ده اهو، ده اسمه حشيش اللي مزروع ده اهو. وقالت لي بقى نزلي بيه اهو، اعمليه ليفه ونزلي بيه بصوا، قالت لي هينضف لك ويخلي الحاجات اللي في الطبق دي تمشي اهو، عشان الحاجات تبقى نظيفه حوالينا كده يا جماعه اهو. هنحط الصينيه دلوقتي في الفرن ماشي. خلوا بالكم انا عمري ما غسلت في الترعه عشان تبقوا عارفين، بس بصراحه لما باجي عند ليلى هنا بنطلق بقى. لما بروح عند ليلى الغطوه كده بنطلق بصراحه، بعمل اللي نفسي فيه كله. وليلى مشجعاني بصراحه، الله يبارك لها يا رب. ليلى اختي على فكره يا جماعه، اختي غاليه يعني، اختي بجد، مش شرط الاخت اللي تبقى امك والدتها والكلام ده، لا والله اختي بجد. يلا تعالوا بقى نروح عند الفرن ماشي، نروح نحط نشوف كده ليلى هتحط لنا صينيه الهريسه امتى. انت يا بنت خدي يا بنت حطي لنا الصينيه دي، ده حرجها لنا في الفرن، ده اسقوليها كده دسيها. دسي يا بنت الصينيه يا بنت، جدعاني الرجاله عايزين يتعشوا. شاطره يا بنت، تسلم ايدك. اقفل بقى الفرن. اقفلي يا بنت الفرن يا بنت، اقفلي عشان الساعه بس. خلي بالكم يا جماعه احنا بنهزر ها، عشان ما حدش يقول انتوا بتتريقوا. احنا هنعمل لكم كده على طول، ده احنا هنعمل لكم كده على طول يعني، ده في مقطع كامل هنعمله كده. والشاي جنه اهو لحد عندنا، شايك اهو يا لوليا. في تطورات في القناه، تابعونا عشان في تطورات جامده. في تطورات جامده ان شاء الله. بعد ما ليلى دخلت الرز جوه طبعا اللي ليلى بتعمله عندها في القناه يوميات ليلى بنت الريف. طبعا بعد ما ليلى دخلت الصينيه، البسيسه طبعا بقى مختلفه شويه، او الهريسه دي بسيسه الدور، لازم الفرن يبقى متكتل كده عشان تعلى، عشان هي فيها بيكنج باودر، عشان البيكنج باودر والحاجات اللي فيها دي. دي المصلحه. خلينا القماشه دي وسخنيها بيها. القماشه دي اصلا اللي بنمسح بيها الفرن، بنمسح بيها البلاطه يعني، اسمها مصلحه. فليلى في ناس في حياتنا كده اسمهم كده، في ناس في حياتنا اسمهم مصلحه، اسمهم على اسم البتاع. بس دي يا جماعه زي بصرف النظر عن اي حاجات بتنقال، فطبعا نرجع لوصف الوصف، احنا بنهزر على فكره. بس وبقى على حاجه كمان، طبعا هي خدت اللون ده، احنا اول مره نعمل في الفرن عشان تبقوا عارفين، بس هي نوعا ما بس كخفيه وطعم تحفه بجد يعني، ده وبعدين صحيه جدا، ده للي عايز يجرب يعني. وطبعا هي بالعسل الاسود فلازم تبقى غامقه معروفه. بصوا عامله ازاي يا جماعه، بصوا المنظر، شايفين؟ بصوا الخلفيه بتاعتها